في أحد الأيام الهادئة من شهر سبتمبر عام 2018 استيقظ أهالي منطقة الشروق في القاهرة على خبر مروع هز المجتمع المصري بأكمله، وهي جريمة مقتل أسرة كاملة بطريقة وحشية. بدأت القصة عندما تم اكتشاف جثث لزوجة وطفلين داخل شقة سكنية، وبدت ملامح القسوة واضحة على مسرح الجريمة، مما أظهر للجميع بشاعة الحادثة وقسوتها. في البداية، كان هناك العديد من الأسئلة تدور حول هوية الجاني ودوافعه. كيف يمكن لشخص أن يرتكب جريمة بهذه البشاعة بحق أفراد عائلته أو أقربائه؟ عند وصول الشرطة إلى موقع الجريمة، بدأت الفرق المتخصصة في تحليل مسرح الجريمة وجمع الأدلة، وتوثيق كل التفاصيل الصغيرة التي قد تؤدي إلى كشف ملابسات القضية. كانت هناك آثار دماء متناثرة في أرجاء المكان، ما يشير إلى أن الجريمة ربما حصلت بعد مقاومة من أحد الضحايا، أو أن القاتل كان قد فقد السيطرة أثناء تنفيذ مخططه. لكن الغريب أن الأبواب لم تكن مكسورة، ما دل على أن الضحايا قد فتحوا الأبواب للجاني، وهذا يدل على معرفتهم به. لم تستغرق الشرطة وقتا طويلا لتحديد قائمة أولية من المشتبه بهم، وبالفعل تم توجيه الشكوك نحو شخص قريب من العائلة، شقيق الزوجة. منذ اللحظة الأولى، كانت الشكوك تدور حول كرم، شقيق الزوجة، الذي كانت تربطه بالعائلة خلافات ومشاكل معروفة لدى المحيطين بهم، لكنها لم تصل من قبل إلى حد القتل. قرر كرم أن يقوم بقتل شقيقته وزوجها، ظنا منه أنه بهذا الانتقام سيعيد حق شقيقته، أو على الأقل سيرتاح من الشعور بالعجز أمام ما كان يعتبره إساءة مستمرة. بالفعل، قام كرم بالتخطيط للجريمة بدم بارد، حيث توجه إلى شقة شقيقته في وقت يعلم أن زوجها سيكون متواجدا. وفي لحظة غدر، بدأ ينفذ جريمته البشعة، حيث قام بمهاجمة زوج شقيقته أولا، واندلع شجار بينهما، لكن الزوج لم يكن يتوقع أن تنتهي الأمور إلى هذا الحد. بعد أن تمكن كرم من السيطرة عليه وقتله، توجه نحو شقيقته التي كانت في حالة صدمة وذهول، وقام بقتلها أيضا بدم بارد. بعد تنفيذ جريمته، قام كرم بمغادرة مسرح الجريمة بهدوء، محاولا التخلص من أي دليل يمكن أن يقود الشرطة إليه. وبالفعل، تم القبض عليه بعد وقت قصير من ارتكابه للجريمة، حيث حاول إخفاء تورطه، إلا أن التحقيقات المكثفة والضغوط التي مورست عليه جعلته ينهار ويعترف بما فعله. تمت محاكمة كرم بعد ذلك، وحكم عليه بالإعدام بعد اعترافه الكامل وتأكيد الأدلة الجنائية ضده، ليكون عبرة لكل من قد يفكر في ارتكاب مثل هذا العمل الشنيع. أصبحت قضية الشروق رمزاً للجرائم العائلية التي قد تحدث نتيجة عدم ضبط النفس، وتحولت إلى مثال حي عن كيفية أن تتحول مشاعر الانتقام إلى جريمة تدمر حياة أبرياء.